صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. يلا بقى روحي بقى اغسلي وشك علشان انا بعملك الفطار. تمام. نسيت اقولك حاجة، بنت خالتك النهاردة جاية، لوسي. بجد انا فرحانة بجد ان هي جاية، شكرا يا ماما انك قلتيلي. هو انا يا ماما ممكن اسألك سؤال؟ ممكن نلعب في الأوضة اللي فوق لانها يعني فيها العاب كتيرة. ايوه طبعا تقدري تلعبي فيها انتي ولوسي، بس بصي هحذرك زي كل مرة، ما تقربيش من الباب اللي في الأوضة. تمام؟ تمام خلاص يا ماما ما تخافيش، يعني اكيد يعني انا مش هقرب منه. تمام وانا واثقة فيكي. يلا روحي يلا اغسلي وشك عشان هعملك بيض. تمام. هي اتأخرت كده ليه؟ انا كنت عايزة العب معاها وهي اتأخرت قوي. ايه ده؟ شكلها جت. طيب انا جاية. لوسي جت. ازيك يا لوسي، عاملة ايه؟ الحمد لله انا كويسة. يلا تعالي يلا اتفضلي عشان هنلعب وهنعمل حاجات كتير، وكمان ماما بتحضر لنا دلوقتي الفطار. تمام خليني بس اروح كده اسلم عليها. تمام. تمام انا كده جبتلكوا الفطار، يلا جبتلكوا كل الحاجات الصحية، وكمان انا عارفة ان انتوا بتحبوا الحاجات دي قوي. يلا افطروا يلا واشبعوا عشان بعد كده بقى تروحوا تلعبوا. ماشي يا خالتو، تسلم ايدك. بالهنا والشفا يا لوسي. يلا يا كرم كلي انتي كمان. حاضر يا ماما تسلم ايدك. الحمد لله انا كده خلصت اكل. يلا بقى يا كرم علشان نلعب مع بعض شوية. طيب ثانية بس اكل بس الجوافة دي. يلا بينا بقى عشان نلعب. دي بقى دي هي الأوضة اللي احنا نلعب فيها. تمام. واو بجد انا حبيتها قوي، بصي لان فيها رياضة كده وحاجات حلوة قوي. يلا بقى تعالي بقى نلعب. ده كمان فيها تلفزيون. بس هو انا ممكن اسألك سؤال يا كارما؟ اتفضلي اسألي براحتك. هو انا حاسة ان الحاجات يعني متربة كده شوية. بصي هو احنا مش بندخل الأوضة دي كتير، فعشان كده حاساها متربة. اوكي طب انتي ليه مش بتدخليها كتير؟ اصلا انا ماما بتقولي ان انا مدخلهاش كتير يعني وكده لوحدي. اوكي طيب يلا بقى تعالي بقى نلعب. يلا. واو بصي بقى انا بحب بقى اعمل بقى تمارين هنا، بعرف اعمل حاجات كتير قوي. ثانية واحدة يا كرم، هو الأوضة اللي هناك دي اللي مقفولة، هو انتي بتحطي فيها ألعابك أو يعني حاجات ليكي أو كده؟ لا الأوضة دي بصراحة يعني أنا مش بحط فيها ألعابي. ايه ده؟ أمال بتحطي فيها ايه؟ يعني مش بتدخل، بس يعني أنا بسأل، يعني جالي فضول. بصي هي أنا زيك، يعني أنا حتى معرفش أصلا محطوط فيها ايه، ماما دايما بتقولي ان أنا مدخلهاش. غريبة يعني انتي تبقي قاعدة هنا وما تعرفيش ايه اللي في الأوضة؟ لا احنا لازم نكتشف ايه اللي في الأوضة يا كرمة. لا بس ماما قالت لي ان انا ما ادخلش الأوضة دي، وبجد يعني وماما وثقت فيا، وانا ما اقدرش ان انا اعمل حاجة زي كده. خلاص انا هدخلها لوحدي طالما انتي مش عايزة، انتي جبانة قوي. طيب خلاص انا هدخل معاكي، بس هنلاقي المفتاح فين؟ اكيد يعني هنلاقيه هنا في الأوضة، تعالي ندور مع بعض. طيب يلا تعالي بقى كده ندور هنا تحت السجاد. شكل ما فيش هنا حاجة للأسف. ثانية واحدة، انا شايف حاجة هنا كده ورا التلفزيون، استني. واو المفتاح في ميدالية. يلا بسرعة انا جالي فضول قوي ان انا اعرف ايه اللي موجود هنا في الأوضة. طيب خلاص انا هو هفتح الباب. ايه ده؟ دي الأوضة فاضية يعني ما فيهاش حاجة. طيب تعالي كده ندخلها كده نستكشفها. طيب ايه ده؟ هو ايه المكان اللي احنا بقينا فيه ده يا لوسي؟ بصراحة يعني انا مش عارفة، انا حتى مش عارفة ايه يعني ايه المكان ده.
طيب واحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بجد انا زعلانه قوي. وماما دلوقتي يا ريتنا ما كنا دخلنا. بصي المكان غريب ازاي. طيب خلاص بس ما بعيديش. تعالي بقى نشوف كده مكان يعني نشوف هنرجع ازاي. يلا. طيب يلا بينا. كارما اتأخروا كده ليه في اللعب؟ طيب خلينا نروح كده اشوفهم، شكلهم منسجمين قوي في اللعبة. اوكي، ايه ده؟ ليه محدش هنا؟ ايه ده؟ إيه اللي فتح الأوضة كده؟ وكمان المفتاح موجود. يا ربي هما كده راحوا فين؟ دخلوا جوه؟ مع اني حذرت كارما ان هي ما تدخلش هنا. يا رب دلوقتي اعمل ايه؟ يا رب اساعدني، يا رب اساعدني. صح، اللابتوب ده كان عليه التعليمات احنا ازاي نطلع الناس يعني كده من جوه. بس ده لسه في كتير قوي، يعني لسه في كتير قوي من الصفحات. مش مهم، هقعد اقرا اكيد يعني هما مستنيني. يلا بسم الله. لا ما ينفعش اعيط عشان اعرف اقرا. طيب انا خلاص عرفت الحل. احنا المفروض نرمي هنا جوه حاجه احنا مش محتاجينها. طيب انا هقلع كده المفتاح. يا رب لما ارميه يختفي، علشان بعد كده هما يرجعوا، علشان اصلا يعني ممكن اي حد يفتحه يحصل له نفس الحاجه. طيب ماما خالته انا بجد زعلانه قوي. كارما، سوزي، تعالي يا لوسي، تعالي انتي وكارما. انا بجد مصدقتش ان انتوا جيتوا. وانا كمان يا ماما. قوليلي بقى انتي ولوسي ايه اللي خلاكوا تدخلوا الاوضه دي؟ بصراحه يعني لوسي هي اللي قالت، مع اني حذرتها، بس هي برضو اللي عملت، وانا اصلا ما كانش ينفع ان انا ادخل معاها، وكان المفروض اقولك على طول. انا بجد اسفه اوي يا خالته ان انا دخلت الاوضه دي، وما كنتش اصلا عارفه العواقب، او ما فكرتش يعني في الحاجات الوحشه اللي هتحصل واحنا جوه. والحمد لله انك طلعتينا، انا بجد كنت خايفه قوي وانا جوه. خلاص يا حبايبي، حصل خير. المهم بس ان انتوا بقيتوا كده كويسين، محدش بقى يدخل بقى الاوضه دي تاني. يلا تعالوا نلعب تحت، ومحدش يقرب من الاوضه دي. تمام تمام يا ماما، احنا مش هنقرب منها تاني. ايوه يا خالته، مش هنقرب خالص منها. طيب يلا تعالوا معايا.